السلام عليكم الدراري الدريات، فيديو جديد اليوم على قناه ايوب حكم. واليوم بالضبط في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي خطير بزاف وكيجي في بال كل مواطن وكل مواطنه مغربيه. عاوتاني تخيلوا معايا بلي انه الدوله المغربيه كتوفر على اكبر من 70% من الاحتياطي ديال الفوسفات في العالم، والفوسفات هو الماده الاساسيه للصناعه ديال الاسمده. ولكن راه المواطن المغربي او الفلاح المغربي كيعاني من واحد الضغط حيتاش الثمن طالع بزاف في دوك الاسمده اللي كيشري. بمعنى اخر باش تفهموا كيفاش الدوله المغربيه هي اللي كتصدر دوك الاسمده والمواطن المغربي ديالو تيشريها بواحد الثمن اللي مرتفع بزاف. ودابا واحد السؤال اللي غادي نجاوبوا عليهم في هذا الفيديو كامله: واش المشكل كاين في هذا ديال المكتب الشريف للفوسفات ولا في السوق العالميه، ولا كاينين شي اسباب اخرين اللي مخفيين وراء الكواليس؟ بالضبط في هذا الفيديو هذا غادي نفهموا القصه كامله علاش داير هذا الشيء ديال الفوسفات وعلاش الاثمنه ديال الاسمده تطلع رغم اننا في بلاد اللي كتوفر على اكبر احتياطي ديال الفوسفات في العالم. باش نفهموا الحجم ديال هذا الموضوع اللي داخلين فيه الناس في واحد المعمقه، خاصكم تعرفوا بلي ان المغرب بالضبط الدوله المغربيه كتوفر على اكثر ما يزيد عن 72% من الانتاج ديال الفوسفات الاحتياطي للعالم كامل. يعني انه راه خاص نتايا كمواطن ولا كفلاح مغربي ملي نتايا غادي تكون في واحد البلاد اللي تتصدر داك الفوسفات للدول وخاص الاثمنه ديال الاسمده يهبطوا. وخاصكم تعرفوا بلي انه المكتب الشريف للفوسفات او اس بي راه ولا لاعب عالمي كبير كيوصل المنتوجات ديالو لعشرات الدول في افريقيا، مثلا اسيا وزيد عليها ايضا امريكا اللاتينيه وبزاف ديال الدول. وخاصكم تعرفوا بلي ان المكتب الشريف او اس بي راه خصص عشرات ديال الاطنان ولا شحال خصص غير الدول الافريقيه، بالضبط الدول الافريقيه باش بقى يصدروا لهم باش يوسع المنتوجات ديالو ويوسع اصلا ايضا التصدير اللي كيصدر. يعني من الناحيه النظريه خاص ان الاسمده تكون عندنا هابطه بالضبط في المغرب حيت حنايا في بلاد اللي تتصنع الفوسفات. اكبر خطا تيديروا الناس كاملين وجميع المواطنين والمواطنات المغاربه كيعتقدوا بلي ان دابا باللي المغرب كيتوفر على هذا الشيء ديال الفوسفات يعني ان الدوله تقدر تحدد الثمن في وقت ما بغات. والحقيقه خاصكم تعرفوا بلي ان الاسمده ولات مرتفعه جدا، ولات بحال البترول ولا الغاز. كيفاش بحال البترول؟ يعني انه الا طلع الثمن عالميا، مثلا الا صدرات البرازيل ولا الهند مثلا كيرتفع الثمن عالميا، وهذا الارتفاع كتاثر به حتى الاسواق المغربيه العاديه. خاصكم تعرفوا بلي انه الاسعار ديال الاسمده الفوسفاتيه مرتبطه باسعار مواد اوليه باش تحتاجهم باش يصنعوا، مثلا الكبريت ولا الاومايونيك اللي كيتغير باستثمار حسب الاوضاع الاقتصاديه والجيوسياسيه. بمعنى اخر بلي انه الفلاح المغربي ولا الفلاحه المغربيه كيتاثروا عليه دوك التغييرات اللي كتكون في داك. الا ترتفع مثلا الثمن ديال الكبريت راه ضروري يرتفع عاوتاني الثمن ديال الاسمده الفوسفاتيه. دابا عاوتاني ندخلوا لواحد المنطقه، عاوتاني واحد النقطه باش نتوما تفهموا كاملين. تخيلوا معايا بلي انه فاش نتايا يكون عندك واحد المنتوج واحد البرودوي فاش يكون في الاسواق العالميه طالع البري ديالو، يعني الثمن ديالو متزايد مرتفع عليه الطلب بزاف، واش نتايا غادي تجي انك تبيعه في الاسواق المحليه المغربيه بواحد الثمن منخفض؟ وهنا عاوتاني كندخلوا المنطق ديال الشركات والتصدير، حيتاش المكتب الشريف للفوسفات او اس بي عنده عقود وشراكات مع دول كثيره عبر العالم، وكيعتبر التصدير مصدر مهم للعمله صعبه واللي المداخل ديال الاقتصاد وايضا المداخل ديال الاقتصاد الوطني. كما ان الاستثمارات ديال او اس بي الاخيره بزاف راه شفناها واحد العقود اللي كثيره بزاف اللي تيديروا مع بعض الدول باش غير يرفعوا من الانتاج ديالهم ويصدروا بزاف اكثر باش يلبيو الطلبيات ديال الدول اللي كتحتاج هذا الشيء ديال الاسمده بالضبط. فلهذا الثمن المحلي كيبقى دائما مرتبط بعده اشياء، مثلا كيف ما قلت لكم في الفقره اللي فات انه يقدر مثلا غير ترتفع واحد الماده اللي هما تيصايبوا به داك الفوسفات ولا. ودابا عاوتاني خاصكم تعرفوا واحد النقطه اللي مهمه بزاف وما يمكنش لينا اننا ما نذكروهاش، واللي هي انه الصناعه ديال الاسمده راه ماشي غير غادي تجيو تصنعهم، ولكن راه كاينين عده مراحل واللي غادي نذكروا من الاول ديالهم واللي هي اول دائما تتكون واللي هي الاستخراج ديال المعدن، وزيد عليها ايضا المعالجه الصناعيه والتحويل ديالو للاسمده والمكونات الاخرى، وزيد عليها ايضا التخزين والنقل ايضا، وزيد عليها التوزيع. يعني حيتاش ماشي غير المكتب الشريف او اس بي الفوسفات اللي كيتحكم في داكشي،
لا، حيتاش مثلا في الاونه الاخيره فاش وقعوا عده حروب راه شفنا باللي التكاليف ديال النقل وزيد عليها ايضا المازوت والبترول وهادشي والغازوال راه ارتفع جدا، يعني انه في النقل والتخزين ولا راه غادي ترتفع مباشره الاثمنه. يعني ماشي غير المكتب الشريف للفوسفات هو اللي كيتحكم، ولكن راه حتى هي كتواجه بعض التكاليف اللي طالعه بزاف، حيتاش قلنا لكم مثلا النقل. ودابا وصلنا لواحد النقطه اللي مهمه بزاف، والخلاصه ديال هادشي كامل غادي نجمعوا لكم في هذه الفقره الاخيره، واللي هو انه واحد السؤال كيطرحوه الناس: علاش ما عندناش استفاده حنايا كمواطنين مغاربه من هذه الثروه ديال الفوسفات باش انه تهبط الاثمنه؟ خاصكم تعرفوا بلي انه الفوسفات ماشي غير الاسمده، ماشي غير الفوسفات، ولكن خاصكم تعرفوا بلي انه المغرب اختار انه يكون عاوتاني واحد المركز للتصدير، ماشي غير التصنيع فقط ويخليه في المغرب، لا، باش يصدر ويولي واحد الجزء من السلسله العالميه. داك الشيء علاش حتى المرتبه الثانيه واقيلا بالضبط في هذا الشيء ديال الفوسفات. وخاصكم تعرفوا عاوتاني انه هذا الشيء الاسعار مرتبطه بالسوق العالميه. وواحد السؤال اللي كيطرحه كل مواطن وكل مواطنه مغربيه: واش خاص جزء كبير من هذه الثوره ديال الفوسفات انها تمشي للدعم ديال الفلاح المغربي؟ بغيتكم كاملين تجاوبوني في التعليق. هذا الشيء ما كان اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا معكم شي لايك وشي ابون. كان معكم ايوب حكام، تهلاو.